السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بصحة وسلامة وراحة بال. رجعنا لكم بفطور اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك. شنو كان فطورنا وشنو كان وجباتنا الرئيسية؟ خليكم ويا الفيديو شوفوا الطرق وإن شاء الله يا ربي تستفادون منها. بس أكيد حطوا لنا اللايك والجدد إذا عجبتكم القناة اشتركوا بيها وفعلوا الجرس على الكل. هنا راح نبلش بأول وصفة. طبعا احنا اكو بعض الوصفات بدنا نعيدها ونكررها لأن البنات تجدد. هنا أنا عندي طرشانة وقيسي العالوشة العفو. القيسي والعالوشة طبعا هاي أنا أغسلهن وأنقحن أحطهن مصفي وجواهن نجانة، وكل شوية أبدل مي اللي تعرفون بيهن تراب متراب حتى لآخر يعني مرة ينظف. بس ما أظل مثلا أغسل أفركها، لا نقعت تظل وحدة بوحدتها. المهم حطينا الزيت وراح نقلبها شوية تقليبة خفيفة لأن نريد الطرشان ما تنظل وحدة بوحدتها، ما أريد تمرد. وراح نحط عليها المي ونخليها لحد ما تفور عندنا. طبعا قلت لكم أنا دائما أقول لكم اللي يحب يطبخها وياها لحم عادي طبيعي، بس احنا نحبها مثل شلون طبق الحلو نحطه ويا الفطور. فحنحط عليها شوية هيل، راح أقبغها لحد ما تفور عندي تقريبا ما تريد تستوي. راح نخلي عليها الشكر، يعني شوفوها تفتحت الحبة ولانت عندكم، بس لا تخلطوها هواية حتى تظل وحدة بوحدتها ما تمرد. راح نخلي هنا كمية الشكر، هنا كمية الشكر حسب الرغبة. ناس تحب بيها الطعم حموضة شوية وناس تحبها حلوة، فهاي هنا هم حسب الرغبة. هنا أنا شوية مال اليوم سويتها شوية الحموضة بارزة أكثر من الحلا. وراح نخلي رشة هيل مطحون وأرجع أقبغها لحد ما تتلابس ويا الشكر وتثخن عندي. كملت عندنا. راح نسوي بس نقلي لها شوية لوز وجوز نخلي على الوجه مالتها. طبعا هذا الشيء اختياري، اكو ناس ما تحب تخلي واكو ناس تحب تخلي، بس انا احب احط لها شويه مكسرات. انا كنت سابقا احط لها بس اللوز، مرات احطها جوز، بس هسه لا لين كون عندي الموجود اللوز والجوز. فبعد ما قليناه وخليناه هنا على الوجه هم تقليبه خفيفه. وهذا هو قلت لكم هسه عوفه لحد ما تتلابس او تتسبك كل وحده تتسبك صح تقولون عليها كل واحد هو تسميته. فتقريبا هسه كملت عندنا. هسه راح نسوي اليوم الطبق الرئيسي مالتنا. الطبق الرئيسي مالتنا اليوم شنو؟ راح نسوي لكم تاكينة جزر، طريقة سهلة وبسيطة والطعم خيال. هنا عندنا طاوة خلينا بيها بصلة حبة بصل كبيرة فرمتها بهذا الشكل، وراح أظل أقلب بيها لحد ما تذبل وليست تتغير لونها، لحد ما تذبل. ليش؟ لأن أحط عليها الجزر، لأن أريدها هي والجزر تستوي استواء كامل. لأن إذا قلينا البصل وصار بيه لون ونوب حطينا الجزر راح يصير البصل أطوخ. هنا طبعا الجزر أنا غاسلته وسالكته وحاطته بالمجمدة مفرزته. وعلى صفحة سلقت لحم تشوفون قطع صغار مسلوق ومستوي، يعني الجزر مستوي واللحم هم عندي مستوي. بعد ما قلبنا الجزر تقريبا ربع ساعة على النار هذا لحد ما عندي ذبل تماما، راح نجيب اللحم مالتنا اللي احنا سالقيه على صفحة وهم راح نقلبه ويا الجزر. تريدون تسووا على دجاج هم عاد تصير كلش طبيعي بنات، يعني اللي يعجبكم واللي حابين تسووه. راح نخلي رشة ملح لأن أنا الملح أصلا ما حاطة للتشريب ولا للجزر، رشة ملح خفيفة. وراح نخلي أكيد نوم بصرة، لأن هي هذا الطبق الأساسي بيها نوم بصرة، يعني لازم تحطون بيها نوم بصرة، وشوية كاري شوية كركم، وأكيد إحنا حنخلي رشة الهيل بعدين. هنا الكركم على مود اللون، لأن تعرفون التاكينة لازم يكون لونها أصفر. فأني الرز أو التمة من أطبخها كل إضافة ما أضيف له، الإضافات كلها خليها بهذه الخلطة مالتنا مالت التاكينة، وشوية كاري. وراح أقلبه هنا ويا التتبيلة ويا البهارات اللي حطيناها حتى كله يتلابس ويصير طعم الملح والبهارات باللحم والجزر مالتنا. هسه ايش راح نسوي؟ راح نجيب جدر وراح نخلي بيه دهن او زيت. وطبعا اكيد احنا طبعا هذا الدهن اللي بقى من مالت الكنافة زبد ودهن الحر، قلت خلي اسوي اليوم التمن عليه. ما حنحط هواية دهن، ليش؟ لان احنا قلينا الجزر واللحم حاطين بيه زيت، فما نحط هواية زيت. حطينا شوية هيل على الدهن مالتنا، والتمن هنا غاسليه ومنقعيه بمي حار.
فما حن أكيد يعني مع طول حاطي له مي حار ومنقعيه، فلازم مي بنحط له هواي. حطينا هم ملح وراح نقلبه تقليبه خفيفة لحد ما نحس المي نشف نهائيا. راح نخلي عليه المي مالتنا. هنا المي ما حنحطه هواي، ليش؟ قلت لكم مي مفور على الصفحة، لأن التمن أنا غاسلته ومنقعته. وراح أقبغه لحد ما عندي يستوي. هسه عندنا استوى، نشف المي مالته. شوفوا طبعا بعدها ما هادر، تشوفوه بعده. بس أنا شو راح أسوي هسه؟ راح أخلي عليه الخلطة مالتنا مالت الجزر واللحم، وراح نقلبه حتى كله ياخذ طعم واللون الألوان اللي حطيناها، يعني بهارات اللي حطيناها ويا اللحم والجزر. وقلت لكم بنات حابين تسووه بالدجاج هم عادي. اكو بعض البنات يحطون وياه بوتيتا، بس هي تاتشينا معروفة جزر ولحم فقط. بس اكو عالم تحب تحط وياها بوتيتا. هاي الإضافات بعد انتي شخصيا حابة شنو تضيفيه. هسه راح اقبغه وخليه لحد ما يهدر. خلينا على صفحة شوية من الخلطة لأن أحتاجه بالتقديم. هنا عندنا خس راح نسوي وياه، بما أنه عندنا شلون رز ناشف، فلازم راح نسويه يا أما تجون تسوون تشريب المي اللحم البقى تسوون في السوبة ويا التمن، أو تجون تسوون الدجاجيك، أو تقدمون لبن. هذا شيء براحتكم. فالمهم راح أسوي دجاجيك مع الخس ومع الخيار ومع النعناع، نقدمه وياه. طبعا هي قلت لكم هذا أهم شيء يعني مريح برمضان، لأن هو كلبن وكخضروات. وهم يعني قلت لازم أسوي في طبق سلطة وياهن. وهنا النعناع مالتنا راح نفرمه كلش ناعم. أهم شيء بالدجاجيك إنه تفرمون الخضروات والنعناع كلش ناعم. وأكيد راح نخلي وياه فص ثوم صغير، طبعا حسب الرغبة. أكو ناس تحب الثوم بارز، بس أنا هي مفروض يعني نوعا ما شوية ثوم أكثر. بس هسه تعرفون لي شهر رمضان فما حبيت أكثر هواية. قلت هذا فص واحد كبير كلش كافي. راح أفرمهم كلش ناعم وأخليه فوقه. وقلت لكم أكو بعض الوصفات نعيدها، لأن أكو بعض البنات جدد دخلوا القناة، فأكيد ما شايفين وصفاتنا، فحابين يشوفون. إن هواي كتبوا لي على بعض الأمور أنا أصلا كلها نزلتها هسه أثناء رمضان. طلبوا مني التبولة، طلبوا مني الحمص بطحينة، ومع العلم أنا منزلته هسه بشهر رمضان. ليش؟ لأن بنات جدد، فلازم إحنا أكو شغلات نعيدها عليهم. فالمهم بعد ما خلينا الثوم والخيار والخس والنعناع نخلطه قبل ما نحط اللبن عليه، لأن إذا حطيت اللبن راح يصير عندك كتل النعناع على صفحة والخس على صفحة. ف يعني الأحسن إنه أخبط الخضروات كلها قبل ما أخلي اللبن. وهنا راح أخلي اللبن. يفضل طبعا اللبن شوية حامض. حطينا على النعناع وقدمناه بهذا الشكل. وهاي طرشانة مالتنا. وهرسه راح نبلش نصب الفطور مالتنا. والحمد لله والشكر على النعمة الفضيلة. هاي طرشانتنا شوفوها شلون وحدة وحدتها، وشوفوا الألوان الزاهية اللي تخبل. تمنيتها قدامكم. كم واحد يحب الطرشانة؟ يلا كتبوا لنا بالتعليقات كم واحد يحب الطرشانة. اكو بعض الناس على مدار رمضان يوميا يسوون طرشانة، فوينهم محبين الطرشانة؟ يلا ريد لايكاتكم. واتمنى وصفات اليوم عجبتكم، وان شاء الله وصفات رمضان كلها عجبتكم وكلها استفاديتوا منها. هذا اهم شيء حبايب قلبي. فالمهم هسه راح نقدم الطبق مالتنا اللي هو الرئيسي، اللي هي التاتشين. راح اقدمه بطريقة يعني مميزة. تعرفون أنا أحب برمضان أسوي عندي قالب مال كيك، حطيت بالشعب من الحشوة اللي خليتها على الصفحة، وخليت التمن وضغطت عليه حتى ينزل مثل هيك قالب. شنو رأيكم بهاي الكيكة؟ وكان عندنا طبعا كباب مال دجاج هم حميناه. وهاي كيكتنا اللي تخبل منيتها قدامكم. وعندنا هاي السلطة مال معكرونة والشوربة كنا مسوين مالت العدس. طبعا ما صورتها شوربة العدس العادية، بس تعرفون أنا أسويها بالخلاط، والتمر أكيد والجوز، لأن هذا التمر شيء أساسي إحنا عندنا على السفرة. وطرشين الأحمر إن شاء الله راح أنزل لكم إياه وأراويكم الطريقة. طبعا رهيب صار. فالحمد لله وشكر. والزيتون أكيد والمي والعصاير، والحمد لله. شوفوا سفرتنا صارت خير من الله. بس أكيد قبل ما نفطر وأهم شيء ما ننسى دعانا: اللهم اشبع كل جوعان وارزق كل محروم، اللهم آمين رب العالمين. وهاي كيكتنا راح نقصها وياكم ونراويكم شكلها وطعمها كلش طيب. اليوم شفت أنا أقلل كلش صح. فأهم شيء
يعني أريد إنه متقدمون الأطباق تقدموها بطريقة مميزة شوية، العائلة يعني تفرح من تشوف شي. وفعلا قالوا لي شوفي هذا الأكل يسوى 100 بوفية يسووه المطاعم، والحمد لله وشكر. وباع شلون الرز منثور نثر وحباية بحبايته. شوفوا هاي صار كم طبخة. فأتمنى فيديو اليوم نال إعجابكم.